أنهى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحضيراته للمواجهة الفاصلة والحاسمة التي ستجمعه بنظيره المصري ضمن منافسة الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أفريقيا لأقل من 17 سنة في لقاء يحمل رهانات كبيرة للطرفين. مواجهة يكفي فيها التعادل لضمان تأهل الأشبال إلى ربع نهائي متصدر لمجموعته الأولى في طريقه للدفاع عن هويته حاملا للقب آخر النسخ. شاهدناهم عبر الفيديو ونتوقع مباراة صعبة، لكن الفريق مستعد جيدا. نواصل التحضير بثقة وندرك أهمية المباراة، كما درسنا التشكيلة المحتملة للمنافس ولا أعتقد أنها ستشكل لنا عائق. الماتش اللي فات ضد إثيوبيا كان مزيان، ربحنا الحمد لله ب2-1 والامبيونس كانت مزيانة مورا الماتش، فرحنا. كانوا لي بوين اللي كانوا خصو ياميليوراو بحق الحمد لله نديوها معنا الماتش الجاي ضد ليجيبت، وإن شاء الله نديروا اللي قدرنا باش نربحوها ونديو لاكوب إن شاء الله. نستعد بشكل جيد مع الفريق ونحن في جاهزية تامة. مباراة الغد ستكون صعبة أمام مصر، لكن إن شاء الله سنفوز. لديهم إمكانيات فردية جيدة، لكنني أعتقد أننا الأفضل كفريق. تتجه الأنظار غدا إذن للمواجهة القوية بين المنتخبين المغرب الأقل من 17 سنة ضد منافسه المصري، حيث يسعى للدفاع عن اللقب القاري بتحقيق العبور إلى الدور المقبل وضمان التأهل إلى مونديال قطر بعد البداية التي حققها الأشبال في دور المجموعات والتي تحتاج إلى بعض الرتوشات التصحيحية. قراءة في المباراة مع عبد الله حيدر. بعدما تعثر في التفوق على منتخب تونس من باكورات مبارياته ضمن منافسة المجموعة الأولى من الكان، وبعد فوزه القيصري على منتخب إثيوبيا في ثاني الجولات، يبقى المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما مدعوا إلى الدفاع عن سمعته القارية باعتباره حامل اللقب، وهو يجابه منتخب مصر الثلاثاء بمركب محمد السادس في ختام حضوره التنافسي في دور المجموعات. الأشبال عانوا من ظلم تحكيمي واضح للعيان في مباراتهم الأولى أمام الجار التونسي، ومن ارتباك تكتيكي في الضغط والتموقع خلال المواجهة الثانية أمام إثيوبيا، ما كلفهم استقبال هدفين وانتظار الوقت الممدد من عداد الشوط الثاني لحيازة نقاط 3 من دونها كانت ستزداد الأمور صعوبة. المنتخب الوطني مع كل هذا وذاك يتصدر ترتيب المجموعة شراكة مع أشبال الفراعنة، ومن شأن التفوق عليهم في الموعد الثالث، إلا الزج بهم في دوامة حسابات قد تقلب المشهد رأسا على عقب. الأشبال عليهم استحضار ما قدموه من منتوج راقي أداء ونتيجة في ليبيا خلال بطولة شمال إفريقيا، حين هزموا الجميع بالطريقة ليعيدوا الصيت ومن ثم إرسال إشارات تطمينية للجماهير المغربية. الأخيرة بعدما كانت مطمئنة على حال الفتيان بدأت بعد الهواجس تتسلل إليهم، هذا في انتظار تحسن الشأن الفني والتكتيكي في قادم المواعيد ضمانا للقب ثاني تواليا ولتأهل آخر إلى المونديال في قطر، وذلك استغلالا للحالة المميزة التي تجتازها الكرة الوطنية خاصة على صعيد الفئات السنية بمختلف أطيافها. وفيما يلي البرنامج الكامل لمواجهة يوم غد الثلاثاء برسم الجولة الثالثة والحاسمة للمجموعتين الأولى والثانية.